مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأسرع وصفة ممكن تحضروها. رح نعمل مع بعض صينية الجلاش باللحمة المفرومة. وهلأ بلا ما أطول عليكم يلا لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. بالبداية رح نجهز للحمة بمقلاية، رح ننزل معلقة كبيرة من السمنة. بس تدوب السمنة رح ننزل اللحمة. أنا مستخدمة هون 400 جرام من اللحمة المفرومة. رح هيك نفكها عن بعضها مثل ما شايفين، ومنضلنا نقلبها هيك لحتى تلاحظوا ان اللحمة تغير لونها تماما. بهذا الوقت رح انزل بصلة مفرومة فرم ناعم من قلبهم مع بعض. وهلأ رح ننزل الملح والبهارات. عندي هون معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب. على نار قوية بنخليهم لحتى تنشف مية اللحمة مثل ما شايفين. بهذا الوقت بتكون الحشوة جاهزة والريحة بتشهي، وشوفوا هاللون ما أحلاه. هلأ بنطفي الغاز وبنفضيهم بصحن وبنتركهم على طرف لحتى يبردوا. وهلأ بدي أحكي لكم عن الورق. أنا مجهزيته على قياس الصينية اللي بدي أشتغل فيها، وبضلني مغطيتهم مشان ما ينشفوا. هلأ بتركهم على طرف ورح أبلش أشتغل بالصينية. وهلأ رح أبلش شغل. أنا عندي هاي الصينية وهون عندي 75 جرام من السمنة و75 جرام من الزبدة. دوبتن على طرف ورح أبلش أدهن الصينية كتير مليح. بعدين بحط ورقتين من ورق الفيلو اللي مجهزيته وقصيته قبل بوقت. ما في داعي تحطوا طبقة وتدهنوا، يعني حطوا طبقتين طبقتين. وبس تدهنوا الورقة لا تكتروا كتير كتير من السمنة والزبدة، يعني دهنوا كل الورقة بس بنفس الوقت لا تبالغوا بالسمنة والزبدة كتير. شايفين مثل ما عم تشوفوا. أنا هون كنت جايبة نص كيلو من عجينة الجلاش هاي الفيلو، بس طبعا ما استخدمتها كلها، استخدمت بس تقريبا شي 200 جرام أو أقل كمان بشوي. يعني حسب العجينة، يمكن تكون رقيقة يكون وزنها هيك خفيف. شايفين أنا هون تقريبا صرت حاطة 8 طبقات. بعدين رح أنزل اللحمة اللي محضريتها، شايفين بنزلها كلياتها وبفردها كتير مليح، وما بوصل كتير كتير للحواف مشان اللحمة ما تلزق بالصينية وتحترق. وهلأ رح أكمل بنفس الطريقة ورقتين ورقتين، وبين كل ورقتين بدهن هيك دهنة خفيفة مثل ما شايفين. وهيك رح أكمل بنفس الطريقة لحتى أخلص. وإذا بتحبوا تستخدموا أكتر من 8 ورقات من تحت و8 من فوق، يعني حسب رغبتكم. وهيك كانت الطبقة الأخيرة. هلأ بدهنها كمان كتير مليح. وأنا ما استخدمت الزبدة والسمنة كلياتها، زاد شوي. هلأ رح أفرجيكم قديش زاد. شايفين رح أتركهم على طرف، وبأي سكين أو مشحاف بنحاول ننزل هيك الأطراف. وهلأ رح نقطعه ورح أحكي لكم عن الفرن. بنفوت الصينية على فرن حامي قبل بوقت على حرارة 180 بالرف الوسط، والنار من تحت. بتخلوها هيك لحتى تلاحظوا انه نشفت شوي واخدت لون اشقر كتير خفيف على الاطراف. هلأ بس اطلعه بفرجيكم اياها هيك بعد ما قسمتها. وهلأ رح افوتها على الفرن. بهذا الوقت رح احضر للتشريبة اللي بدي احطها فوق الصينية. انا عندي هون 200 ميلي من الحليب الدافي، و50 جرام من الزبدة، لازم تكون هيك طرية وبحرارة الغرفة. بنزلها كلياتها. عندي هون بيضة كاملة بخفها كتير مليح قبل ما انزلها. وعندي هون نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر لحتى يفصل الطبقات عن بعضها. بنقلبهم مع بعض كتير مليح، وهيك الخليط صار جاهز بنتركه على طرف. وهيك الصينية بعد ما طلعت من الفرن بتلاحظوا شلون هيك منشفة واخدة لون ذهبي كتير خفيف على الاطراف. هلأ رح ننزل الخليط اللي حضرته قبل بشوي، بحطه كلياته فوق الصينية، وبرجع الصينية على الفرن وعلى نفس الحرارة والنار من تحت لتلاحظوا انه الاطراف هيك اخدت لون ذهبي. بعدين بتشغلوا عليها الشواي من فوق لحتى تاخد لون ذهبي حلو. وهيك بعد ما طلعت الصينية والريحة بتشهي القلب، بترك على طرف هيك تقريبا شي ربع ساعة لحتى تبرد واقدر اقطعها. وهيك بعد ما بردت شوي هلا رح اقطعه وافرجيكن اياها. وصفة كتير بتشهي وبنفس الوقت سريعة. العجينة هيك من برا بتقرش قرش، ومن جوا هيك طرية واللحمة متماسكة. وهلا رح افرجيكن اياها. والريحة بتشهي القلب. شوفوا لي اياها ما احلاها. ما في اطيب من هيك. وبس هيك ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلب الفيديو يكون عجبكن. اذا عجبتكن الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكن فيديو جديد. باي باي.